الكل بيفكر إن التداول هو إنك تلاحق الترند، سواء في الاتجاه الصاعد فتشتري أو الاتجاه الهابط فتبيع، لكن في الحقيقة إن السوق فخ كبير متصمم إن هو يصيد الهواة ويخسرهم فلوسهم. أنت شايف الشمعة الصغيرة اللي هنا دي؟ الشمعة دي بالنسبة للكل هي مجرد نقطة، لكن بالنسبة لي هي إشارة للهروب قبل الكارثة. النهاردة مش هديك استراتيجية عادية، بل هكشف لك 3 أنماط شموع متقدمة بيستخدمها حيتان السوق عشان يخدعوك أو لركوب الموجة قبل الجميع. والثلاث أنماط دي هم الستول باترن والأدفانسد بلوك والثري وايت سولجر. لو انت عايز تنتقل من مرحلة انك مؤامر لمرحلة انك محترف وبتعرف تقرا السوق زي المحترفين، فالفيديو ده يعتبر واحد من اهم الفيديوهات اللي ممكن تتفرج عليها في مسيرتك. قبل ما اشرح لك خلينا نتفق اتفاق، مفيش شمعة في العالم بتعني حاجة بدون 3 حاجات. اول حاجة ازاي احدد الاتجاه او احنا فين من الاتجاه العام. تاني حاجة الزخم مع مين، هل مع المشترين ولا البائعين. تالت حاجة مناطق السيولة او الفخ فين بالظبط. فدلوقتي ظبط عقلك معايا عشان نبتدي بالنمط اللي ممكن يصفر حساب المبتدئين، بل هو في الأغلب بيبقى المصيدة للمبتدئين جميعا. أول نمط معانا هو الستولد باتر. تخيل كده انك في قمة الحماس والسعر بيصعد بقوة، الشمعة الأولى خضراء والتانية أخضر أطول منها، الجميع بيبدأ بالشراء خوفا من ضياع الفرصة وهي الفير اوف ميسنج اوت. وفجأة تظهر شمعة تالتة بجسم صغير جدا فوقها. أهم حاجة والسر التقني هنا هو الستولد باترن، السعر ما بيهبطش بعده، لكن هو بيتوقف الزخم أو الزخم عنده بيكون مات. المشترين الكبار بيبتدوا بتفريغ حمولتهم على رؤوس المبتدئين. نصيحتي ليك لما تلاقي الشمعة المعلقة ما تجريش ورا السعر، استنى، غالبا ما يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. فخلينا نشرح الستول باترن على الشارت. ادي عندي هنا اتجاه صاعد قوي جدا، ادي هنا عندي شمعة اولى صاعدة، يليها شمعة تانية صاعدة اعلى منها، يليها شمعة يعتبر دوجي او اقل في القوة من الشمعتين التانيين، وده بيسمي عندي نموذج الستول باتر. وده نموذج بيوحيلك بايه؟ دي رسالة ما قبل الانهيار، او السوق بيقول لك خلي بالك انا هبتدي اتغير اتجاهي. فتعال نشوف بعد ما تكون الستول باترن ايه اللي حصل. الاتجاه كله اتحول من اتجاه صاعد قوي الى اتجاه هابط قوي. تخيل كده لما تلاقي 3 شموع ورا بعض صاعدين، فده بيدل ان في اتجاه. لا 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 لا، مش دول بتوع النموذج اللي هنتكلم عنه كمان شويه، ده الستول باتر، ودي رساله تحذيريه من السوق. طيب تعال نلخص الستول باتر. هي بتتكون من 3 شموع صاعده. اول شمعه بتكون تكون جسم صاعد قوي، الشمعه الثانيه لازم تكون اقوى من الشمعه الاولى، الشمعه الثالثه هي في الاغلب او بنسبه 90% هي شمعه دوج. اول ما تشوف النمط ده المكون من 3 شموع، دي رساله تحذير من السوق، فخلي بالك السوق على وشك ان هو ينهار، او بمعنى اصح السوق بيقول لك ان هو فقد الزخم بتاعه او فقد السيطره الشرائيه بتاعته. تاني نمط معايا هو الادفانسد بلوك. النمط ده هو الخداع البصري بعينه، تظهر لك 3 شموع صاعده فتتخيل ان الاتجاه قوي، لكن خلي بالك من الويكس او الديول العلويه. فتعال نشوف التحليل النفسي في الادفانسد بلوك. كل شمعه بتكون اصغر من الشمعه اللي بعدها، يعني بنبتدي بشمعه طويله صاعده، يليها شمعه اقل منها في الجسم، يليها شمعه اقل منها في الجسم، وكأن التدريج في الهبوط تدريجي، بنبتدي كبير بنصغر ثم بنصغر. طب يعني ايه؟ يعني السعر بيصعد بصعوبه بالغه، هناك بلوك او حائط من البائعين بيمنع التقدم بعد المرحله دي. طب القاعده المحترفين في النمط ده ايه؟ النمط ده في المناطق المقاومه بيعني شيء واحد: اخرج من صفقات الشراء فورا وابحث عن فرصة بيع. فتعال نشوف المنظر على الشارت بيبقى عامل ازاي. بيبقى عندي اتجاه هنا قوي صاعد جدا، ادي هنا عندي قوة بل سيطرة كاملة جدا من المشترين. بس تعال نشوف اخر 3 شموع كانوا عاملين ازاي، وهم بيمثلوا عندي الادفانسد بلوك. ادي شمعة قوية جدا جسمها قوي، يليها شمعة في القوة اقل من دي، يعني لو دي مثلا 20 بيب هنلاقي دي 15، اللي بعدها المفروض تبقى 10. لازم يبقى الهبوط تدريجي في ال3 شموع دول. طب اول ما اشوف الشموع هنا ال3 دول، لو انا في صفقة شراء اوقف على طول لان السعر بنسبة كبيرة هينعكس. فتعال نشوف ال3 شموع دول كانوا كام. اول واحدة 25 بيب، تاني شمعة يعتبر الجسم بتاعها 20، فدي هبوط تدريجي، الجسم بتاع دي 13. وهنا الويكس العلويه كانت قويه، فدي بدايه تحذير السوق. خدت بالك السوق بعدها عمل ايه؟ مع ان اللي يشوف النموذج ده يقول لك بس السوق مكمل شراء. عشان كده قلت لك في الاول ان السوق مصيده كبيره للمبتدئين. ولو تلاحظ النموذج الاول والنموذج الثاني شبه بعض جدا، بس الفرق ان الاولاني وهو الستول باترن يفرق عن الادفانسد بلوك، ان الادفانسد بلوك هو بيقل تدريجي، اما الستول باترن اول شمعتين قويين والتالتة بتبقى شمعة دوج. فتعال نشوف مع بعض النمط الثالث وهو الثري وايت سولجر. نموذج الثري وايت سولجر، خلينا نتكلم عن الجمال.
نتحدث عن القوة. الجنود التلاتة البيضة النمط ده اللي بيبحث عنه عشان تبني صفقاتك الشرائية، ويا سلام بقى لما تشوف النموذج ده وتبتدي تعزز معاه. طب ليه هو مختلف؟ مختلف لأن التلات شموع بتاعته تعتبر خضرة قوية، مفيهاش زيول تقريبا، تفتح كل واحدة داخل الجسم الأولاني من الشمعة السابقة وبتغلق بقوة فوقها. ده مش مجرد صعود، ده إعلان سيطرة كاملة. فتعال نشوف هنطبقها ازاي. انت مجرد ما تدخلش لان انت شفت التلات شموع دول، مجرد ابحث عنهم بعد رحلة تجميع او بداية مرحلة انعكاس في الاتجاه. يعني السعر عندي يكون في اتجاه هابط، ادور على الثري وايت سولجر عشان اكمل معاه، او الاقيهم في نص اتجاه صاعد فاتاكد ان الاتجاه بنسبة كبيرة هيكمل معايا في الاتجاه الصاعد. فهنا مثلا ادي شمعة صاعدة يليها شمعة قوية يليها شمعة قوية، تلاتة هنا اقوياء. طيب لو خد صفقة شراء ادي الاتجاه مكمل. طب ظهروا هنا كمان شمعة قوية صاعدة يليها شمعة قوية صاعدة يليها شمعة قوية صاعدة. مفيش ديول في الثلاث شموع تعتبر قوية، لا هنا ولا هنا ولا هنا. وده نموذج الثري وايت سولجر. وفي نهاية الفيديو يا صديقي، التداول مش سحر، هو لغة، والشموع هي الحروف بتاعتها. النهارده علمتك 3 انماط يحلوا لك 3 الغاز من اللغة دي. وافتكر دايما السوق ما بيديش الفلوس للي عايزها، بل بيدي الفلوس للي يقرا السوق بذكاء. ولو انت شفت نموذج الثري وايت سولجر على الذهب او الفضة الاسبوع ده، حاول تكتب لي في الكومنت واكد لك النموذج ده يعتبر صحيح ولا فخ من فخاخ السوق. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.